تلقى شي حل. قلت لي جيت تطلع على اختك، جيت عادي فاكونس، صارت لك غلطه في اللقب، توا قداش تمشي وتجي على تونسير وما عملوا لك حتى حل؟ مشيت للمطار، مشيت لهنا للشرقيه، وتوهم قالوا لي بيرو في الحبيب بورقيبه، خاطرنا نرجع نهار الثلاثاء. ذكرنا شنو الغلطه؟ مثلا حاطين لقب مرتين، نغموشي في غدن حطوا نغموشي حبيب، حطوا نغموشي وما ندريش كيفاش وقعت الغلطه. في نوفيلير في فرنسا من با 10 دقائق صلحوا وخلصت 20 يورو. وفي تونس يمشوا فيا ويجوا خاطر عملوها لي مره وانا نخدم في المدرسه، ووقتها يلزمني نكون في البريزنتاسيون فما لي بريفي عندك وقتك يلزمك ترجع فيه لخدمتك، لازم نكون حاضر، وضيعوا عليا الطياره المره ذي خايف وضيعوا عليك الفاكونس المره ذي. ما جيتش عام الاول، جيت فاكونس باهي بالكرهب، وجبت بناتي جابوا الكرهب، وعدينا فاكونس الحق ما تعطلناش، كلش بخير، كلش عدينا فاكونس اللي حاولنا باش نحبوا نزيدوا نرجع. توها الاشكاليه مش انا الوحيد اللي صارت لي، برشا ما عادش يحبوا يجوا على المشاكل الاداريه. المشاكل الاداريه باش تمشي تطلع ورقه، ما ندخلش في تفاصيل اخرى، باش تمشي تطلع ورقه تتعب، بالرغم في فرنسا بالتليفون تخرجها، كل شيء تخرج. نوريك تسهيلات ساعه المواطنين بالخارج، كي نسمع هكايا نقول كله كلام ولا؟ والله الكل سامحيني، الكل كلام. هذه مثلا باش نسهلوا كل شيء، كما حكيت لك بقيله، قلت لك مثلا الريسبونسابل هذه المسؤوله في مطار تونس كارتاج ما خزرتش، وبالرغم لقيت لها السلام عليكم. ومعايا عندي بنت خالتي زاد تخدم في المطار هنا في نيس، في كارتاج، نقسم لك بالله. ومن بعد نعدي لك رقم التليفون تاعها وكلمها كيفاش هي تخزر على جنب، وقالت لي بر هكا نمشي يا مدام. قلت لها رانا بدينا بالسلام، قلت لها كي تدخلي غادي مرحبا بك تفضل كل شيء. هذه ما شفناهاش، يقولوا تسهلت وان شاء الله. خايف لا تجي وقت المرواح نتاعك والغلطه ما تصلحتش؟ ما تصلحش، ما يسالش ناخذ بيه اخرى. مي غضتني خاطر مره وقعت الفلوس الحمد لله، نوريك الديفين، نوريك كل شيء الحمد لله يا رب، كارت بلو كل شيء خدمت ولقيت. مي غضتني التعديه برك. مثلا معامله معناتها كان مثلا من اول مره قلت لي راه ما فيها لا تصليح لا حد شيء، نبدو صفحه جديده، ما عادش نخموا على هي ترتاح وانا نرتاح. يمشوا فيا ويجوك كالكورونا. شكرا. باش نقصد ربي نشوفك بر الشاب قبل كل شيء، والوالده والبقيه يجيبها ربي. كان كاتب باش نرجع، كان مش كاتب نستنى. ديما نرجع لبلادنا ان شاء الله بقدر ربي. شكرا، يعطيك الصحه.